كانت بداية معرفتي بالمرحوم الأخ التهامي الخياري وأنا طالب في السنة الأولى في كلية الحقوق بالرباط. ورغم أننا كنا في شعبتين مختلفتين إلا أن ساحات النضال في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب جمعتنا طويلا. ومن هنا أشهد أنه كان رجلا حازما صارما لم يفقده حزمه وصرامته طيبوبته واحترامه للآخرين. ثم توطدت العلاقة أكثر بعد أن أصبحت وإياه أصهارا لآل الناصري، فعرفته في داخل الأسرة ودودا طيبا لا يتوانى عن تقديم العون والمساعدة لمن هو بحاجة إليها. وعرفت عنه في إطار مسؤوليته السياسية الحزبية والرسمية أنه كان يعطي المثل والنموذج لمرؤوسيه ومساعديه، يؤدي واجبه كاملا ليجعل الآخرين يقتدوا به. باختصار شديد أستطيع أن أقول أنه كان رجلا وطنيا مستعدا لخوض معارك دفاعا عما يعتقده حقا وصوابا. لم تفقده أختنا ربيعة ولا العزيزتين مريم وغيتا، بل فقدناه جميعا نحن كأسرة صغيرة وأسرته الكبيرة ووطنه، رحمه الله وأنزل عليه الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.